اعمل البانيه بقى النهارده بخلطة تحفة. جبت البانيه وغسلته كويس وقطعته مكعبات، وبعدين عملت عليه الخلطة. طبعا انا عاملاها قبل كده في القناة لو تحبوا تشوفوها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسيدنا محمد. بصلاية متوسطة، طماطماية، ملح وفلفل، ومكعب مرقة وشوية كركم وبابريكا. وقلبت الخلطة كويس جدا وحطيت عليها معلقة عسل اسود. حابة تحطي دبس رمان حطي، مش حابة خلاص. ممكن لو ما عندكيش حتى عسل ممكن تحطي معلقة سكر. وقلبتها كويس جدا. ويا سلام، ممكن لو تسيبيها من بالليل. انا سبتها ساعتين اتنين، وبعد كده هعلق عليها على البوتاجاز. شايفين شكلها؟ بسم الله ما شاء الله، تتاكل نية. هبدأ بقى اروح اعلق عليها. حطيت معلقتين سمنة. كترتها شوية يعني معلقتين ونص كده، على اساس مش حابة تحطي يعني الا معلقة، ماشي براحتك. على اساس ان طبعا البانيه ما بيبقاش في قلبيه مادة دهنية خالص. هنسمي الله بقى وانزل بالبانيه بتاعنا الجميل بالخلطة الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزة الصوص. بسم الله ما شاء الله، الريحة طالعة تحفة تحفة. مش هقلب عليه، هستنى بقى لحد ما يتعمل من تحت شويه كده، يتحمر من تحت شويه، وبعدين اروح قلباه. هبدا اقلب بقى عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. الله الله. شايفين اللون بتاعها تحفه. الريحه يا ريتكم كنتوا معايا دلوقتي، طالعه ريحتها تجنن. ما استاهلش لايك بقى؟ اهم حاجه ما تنسوش اللايك. وانا بشكر كل اخواتي اللي هم شرفوني جداد في القناه، واخواتي اللي هم مستمرين معايا. ربنا يديمكم نعمه في حياتي. وبشكركم على كل تعليقاتكم الجميله اللي انتوا بترفع من روحي المعنويه. هستنى بقى لما تتشرب خالص، وبعدين هقول لكم هنعمل فيها لما توصل بقى للمرحله دي ابدا انزل عليها هي لسه برضو مستوتش شويه. انزل عليها بكوبايه ميه مغليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هتتشرب، وهبقى اقول لكم بقى هعمل بعد كده. هحطها فيها في الاخر. اغطيها بقى. ده فلفل الوان عاملاه عينه في الفريزر اهو. احط منه بقى. في المرحله دي بقى لما اتشربت الميه ويا دوبك في حاجه بسيطه، هنزل بقى بالفلفل الالوان بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اديها تقليبه. حابه بقى ممكن تحطي معاها بسله وجزر، تحطي معاها بطاطس،
برضو يعني افكار اهو بتغيري. فاصوليا وبسله وجزر، يعني برضو ايه قيمة غذائية جميلة متكاملة. وتحطيها مع المكرونة، ممكن مكرونة مسلوقة، ممكن مكرونة بالصلصة. احنا هنعمل مكرونة بالصلصة جنبها. حابة تحطيها في اطباق كده وتعمليها بالعيش، تغمسيها بالعيش، تعمليها سندوتشات بالليل، هتبقى جميلة وأكلة كاملة متكاملة. بس الصوص بتاعها ده بقى تحفة تحفة. طعمه يمكن احلى من الفراخ. في المرحلة دي بقى ايه، هبدأ اطفى عليها بقى خلاص. هي كده خلاص صلصلت اهي. وهبدأ بقى ايه جهز المكرونة معاها.